هل تتخيل أن هناك قوما بشرا مثلنا لكنهم اختفوا من الأرض دون أن يتركوا حتى عظاما؟ حضارة كانت أقوى من عاد وأقدم من إرم ذات العماد، ومع ذلك لا يوجد لهم أثر، لا مدينة، لا قبور، لا بقايا، لا تاريخ. العلماء قالوا عنهم: قوم طمس الله آثارهم محوا لم يحدث لأي أمة قبلهم. والأغرب من هذا ملك واحد اسمه تبع وصل إلى مدينتهم بعد أن تحولت إلى كتلة منصهرة من الحجارة، مدينة ذابت وكأن نارا من السماء صبت عليها. من كانوا هؤلاء؟ لماذا ذابوا؟ ولماذا ذكرهم الله في القرآن تهديدا لأكبر الأمم؟ أهم خير أم قوم تبع؟ أهلكناهم. من هؤلاء الذين أهلكهم الله بطريقة جعلت المؤرخين يقولون اختفوا وكأنهم لم يكونوا. اليوم ستسمع قصة لا يعرفها أحد، قصة قوم عاشوا قبل العمالقة، قبل عاد، قبل إرم، واختفوا من وجه الأرض إلى الأبد. لم يكن تبع مجرد ملك يمني كما يظن الكثير، بل كان آخر حكام سلالة حكمت أرض الجنوب قبل آلاف السنين. رجل كانت مملكته تمتد من اليمن حتى تخوم الجزيرة، وربما إلى أبعد مما نتصور. لكن الغريب ليس تبع نفسه، الغريب هو القوم الذين واجههم. الروايات القديمة تقول إن تبع خرج بجيشه إلى أرض بعيدة، أرض كان الناس يقولون إنها مسكونة بالعمالقة، أقوام طوال القامة لا يقاسون بالبشر. وكان سبب الرحلة أن قوافل اليمن كانت تختفي هناك، لا أحد يسمع عنهم شيئا. فخرج تبع يبحث عن الحقيقة. وصول تبع إلى المدينة المنصهرة، وبعد أيام طويلة وصل جيشه إلى مدينة لم يرى مثلها في حياته. مدينة لكنها لم تكن قائمة، كانت منصهرة، المباني مائلة، الأبواب ذابت، الأعمدة كأنها شموع ضخمة سقطت من حرارة لا يمكن تخيلها. المؤرخون قالوا كأن نارا من السماء صبت عليها حتى تكسرت حجارتها. من فعل هذا؟ ولماذا لا يوجد هيكل عظمي واحد بين الركام؟ لا جثة، لا رفات، لا شيء يدل على أن بشرا سكنوا هنا، كأنهم اختفوا من الوجود. السر الذي لا يعرفه أحد. العجيب أن العلماء حين درسوا هذه القصة قالوا إن هؤلاء القوم ليسوا عاد وليسوا ثمود ولا إرم، هؤلاء قوم قبل عاد نفسه، قوم إذا ذكروا يأتي اسم تبع بعدهم مباشرة. ولذلك قال الله تعالى: أهم خير أم قوم تبع؟ أهلكناهم. انتبه، الله لم يقل عذبناهم أو أرسلنا عليهم صيحة، قال أهلكناهم، إهلاك نهائي، بلا أثر، بلا قبور، بلا تاريخ. ولهذا قال بعض العلماء ربما طمست آثارهم تماما كي لا يعرفوا وكي لا تتكرر قصتهم. تبع غادر المدينة المنصهرة دون أن يجد جوابا، لكن الحقيقة بقيت خلفه. قوم ضخمتهم الأساطير وعظمهم الناس وظنوا أنهم لا يهزمون، فجاء عليهم أمر الله فصاروا أحاديث، لا صورة، لا قبر، لا حجر. ويبقى السؤال المرعب: هل كانوا القوم الذين أخفى الله قصتهم عن البشر؟ ولماذا ذكروا في القرآن تهديدا للأمم التي تظن نفسها عظيمة؟ قصة قوم لم يتركوا وراءهم إلا رماد مدينة ذابت، وصوت آية واحدة تحمل أعظم عبرة في التاريخ.